الفنان علاء مرسي بيعمل مقارنة بين الفنانين وأئمة المساجد، وبيقول: أنا كفنان دوري مؤثر أكتر من إمام الجامع. الإمام راجل عظيم وبنسمعه تمام وما نقدرش نقول حاجة، لكن اللي بيأثر أكتر في الناس هو الفن والفنانين. التلفزيون دلوقتي أصبح بيأثر في الناس أكتر من إمام الجامع. علاء بيقول إن الممثل أو المطرب له تأثير كبير جداً عن الإمام، علشان الفنان بيبقى مثقف وقارئ جيد، لكن لو كان الفنان جاهل فبيبقى مصيبة على المجتمع، لأنه بيأثر في الأجيال وبيكون له دور كبير في تربية الأطفال وتوعية الشباب. علاء مرسي بيكمل كلامه وبيقول إن الفن مش حرام، لكن يبقى الفن حرام لو أظهر مساوئ البلد وفضح شوارعها وإظهارها على إنها مش نظيفة، ويبقى حرام لو أظهر إن الشعب المصري على إنه صاحب سلوك مش كويس وصورنا على إننا بلطجية وتجار مخدرات. الإبداع الحقيقي إنك كفنان ما تطلعش الشوارع مش نظيفة، والسينما زمان كانت بتقدم لنا أجمل شيء في البلد، وده دورنا كفنانين. فإذا أنت كفنان مصري أظهرت إنك هتبين العيوب اللي عندي في أخلاقياتي ومناظر وشوارع وبيوت وأي تشوهات عن وطني وتاريخي وأبنائي وإخواني، فده هو الفن الحرام. الفن في الأصل هو الجمال وليس التشوهات، وطبعاً دي وجهة نظر. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.